مريض بعد بيسأل بيقول انا كل شويه بيطلع لي خراج جنب فتحه الشرج، ومكان الخليج ديت فيه كذا فتحه بتفضل تجيب في صديد وافرازات. فدي ناسور يا دكتور ولا ايه، وينفع اعملها بالليزر ولا لا؟ في الحالات دي لما بيكون مجموعه خليج كتيره او ناسور متشعب كتيره حوالين الشرج، بنهتم ان احنا نعرف المصدر بتاعه. يعني في بعض المرضى اللي هم بيعانوا من مرض كرونز اللي هو مرض التهاب في الامعاء، ده مرض مناعي بيسبب خليج وتكوين ناسور كتيره حوالين الشرج. فالعلاج هنا انا ما اتجهش لعلاج الناسور في الاول، لازم اعالج المرض. لازم اعالج مرض كرونز الاول ويكون خامل، ما ينفعش هو نشط خالص ان انا ادخل اعالج حاجه في الشرج. لما يبقى المرض خامل نشوف، لان ممكن الخليج والناسور ده كله يقفل لو المرض تم علاجه. بعد ما المرض يبقى خامل لو فضل حاجه بنعالجها بقى بالليزر. وفي برضو مرضى السكر بيجي لهم خراج كل شويه، فلازم ان احنا نظبط السكر. ولما بيكون الخليج دي موجوده بناخد مسحه من الصديد والافرازات، وبناخد مضاد حيوي مناسب لحد ما الالتهاب يروح خالص. وبعد ما بنحضر المريض ان الالتهاب ده راح، بنقدر نعمل عمليه بالليزر. والعمليه ممكن تكون ليزر ومعاها جراحه حسب لو في جيوب او تجمعات صديديه، بيبقى حسب وضع المريض بناخد القرار. ونتمنى الشفاء لجميع المرضى. معاكم دكتور اكرم ميلاد، استشاري الجراحه العامه وجراحات الشرج والقولون والعلاج بالليزر.